السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا مساء الفل عليكم جميعا. ايه رأيكم بقى في الكنافة القمر التحفة دي؟ يلا كده مع بعض كده هنعمل الكنافة بطريقة سهلة وبسيطة، والله ما هي محتاجة اي مكونات ولا اي حاجة غير بس الكنافة وطبعا الشربات بس. حاجة كده عظمة كده، حاجة كده قمر، ولا نشتري واحسن من اللي بنشتريها من بره، اقسم بالله في الطعم وفي النظافه وفي كل حاجه. بس يلا كده قبل كل حاجه كلنا نسمي الله ونصلي على حبيب الله كده وندخل نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. يلا احنا معانا كده، انا كان عندي نص كيلو كنافه كده، حوالي نص كيلو، او طبعا الكميه اللي تحبيها يعني اللي عندك. طبعا بتكون في الفريزر، او لو هي مثلا جايباها لسه، يعني لسه جايباها، بتحطها في الفريزر شويه يعني يوم كده ولا حاجه، عشان ايه تعرفي يعني تفركيها خالص كده، يعني عايزينها خالص كده متفتفته خالص كده. حاولي كده ايه نفتفتها خالص خالص كده عشان تبقى بالجمال ده كده. تمام. طبعا بعد ما فركنا الكنافة خالص خالص ما خلناش فيها اي حاجة سليمة، نبدأ بقى نعمل الشربات. معايا كوبايتين مية. تمام. لو انت بتحبي الشربات يعني مسكر قوي قوي، يعني ده ممكن بقى تزودي السكر عن المية شوية، لكن انا يعني ايه بحط السكر قد المية عفوا، او ممكن ايه بقلل السكر كمان. يعني مثلا كوبايتين مية ممكن احط عليهم كوبايتين الا ربع سكر. تمام. وطبعا رفعنا الشربات على النار، اول ما بيغلي كده نبدأ بقى نعصر كده عصرة ليمونة، عصرة نص ليمونة كده. وطبعا تسيبيه كده على النار كده لحد ما ايه ما تحس ان هو يعني القوام بتاعه بدأ يتقل شوية كده. نزليه بقى. طبعا بيبقى لو انت يعني حابه برضو عندك كيس فانيليا كده بيدي الشربات وبيدي اي للحلويات يعني ريحه حلوه كده. تمام. تحطيه كده وتقلبيه على الشربات كده. طبعا احنا خلصنا كده من الشربات. زي ما قلت لك الشربات السكر على حسب الرغبه، انا ما بحبش الحاجه مسكره او انا ممكن اقلل السكر يعني. تمام. زي ما قلنا ان احنا بقى ايه فركنا الكنافه خالص خالص كده. معايا هنا بقى كوبايه الا ربع سمنه. يا سلام بقى لو سمنه بلدي، يبقى حاجه كده ما اقولكوش بقى. طبعا في الجو البرد ده يا جماعه كلنا بنحب يعني ايه حاجه، يعني بنبقى عايزين ناكل حاجات مسكره كده تدينا طاقه وتدفينا كده شويه، كلنا كده يعني. فطبعا يعني بدل ما نشتري، وطبعا يعني في الظروف اللي احنا فيها والغلا اللي احنا فيه ده ما عادش حد يعني يعني والله بص هو مفيش توفير يعني. برضو تعملي في البيت ما انت برضو بتكلفي برضو، بس يعني ده احنا بنحاول يعني الله المستعان. طبعا بقى ايه بنحط السمنه. انا حطيت يعني ايه شويه سمنه كده عشان ادهن بيهم الصينيه. زي ما انتم شايفين انا معايا صينيه مقاس مثلا 30، او على حسب يعني، او على حسب الكميه اللي عندك. وببدأ بقى كده احط بقية الكوباية الا ربع على الكنافة. وطبعا برضو ببسها كويس كده، يعني بخلي الكنافة تشرب كل السمنة كده كويس خالص خالص كده، يعني لازم كل الكنافة تكون ايه شاربة من السمنة كده. اذكروا الله كده، لا اله الا الله، صلوا على الحبيب كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا معايا الصينيه، لازم بص تدهين الصينيه كويس عشان لو ما دهنتش الصينيه كويس هتيجي تقلبي الكنافه مش هتتقلب معاكي وهتلزق وكده. لكن لو انتي دهنه الصينيه كويس، ويعني حتى يعني الجدران بتاعت الصينيه كده تندهن برضو سمنه عشان ايه ما تلزقش فيها. نبدأ بقى ننزل بالكنافة كده. ده بقى ايه يعني بنساوي خالص خالص كده الكنافة كده، ما تخليش فيها اي حاجة كده ايه يعني حاجة عالية يعني بصي تبدأي تسويها خالص، يعني خليها كلها تسوي بعضها كده، وتخليها يعني تضغطي جامد يعني على قد ما تقدري، يعني تضغطي عليها خالص كده عشان تبقى والله العظيم احسن من اللي بنجيبها من بره، والله العظيم ما بحلف يعني كده. طبعا لو انت حابه بقى تحشيها، عندك حشوه حابه تحشيها كمان زي الفل، مش حابه تحشيها حابه تسيبيها ساده كده زي الفل برضو.
طبعا بتحط بقى نص الكمية وتحط الحشوة. لو انت عايزة تحشي ممكن برضو لو انت حابة تحشيها كاستر او قشطة زي ما بتقولوا، زي ما بتقولوا عليها يعني، تحط بقى القشطة او الكاستر في النص. مش حابة يعني انا بحبها سادة كده عن نفسي. بس هي الحقيقة يعني الحاجات دي المكسرات دي كانت عندي فحطيتها يعني. متنسوش بقى اللايك. ربنا يصلح حالكم يا رب ويسعد قلوبكم جميعا كده يا رب. طبعا بعد ما حطينا بقيه الكميه كده طبعا لازم تضغطي خالص خالص كده. يعني ممكن في ناس كمان يعني بتضغط بحله كده، يعني بحله كده تضغطي بيها كده، بس بقى احنا بايدينا كده بنضغط. وطبعا بندخلها بقى في الفرن، يكون الفرن مولع على درجه حراره كده 200 او 180. بصوا بتقعد في الفرن بالظبط نص ساعة. يعني انت بتولعي الفرن من تحت وبتحطيها على الرف اللي في النص، واول ما تحس ان هي بتعرفيها ازاي ان هي يعني استوت من تحت او كده، بتلاقي الحروف كده من تحت كده بدأت تحمر كده، بتطلعيها بقى كده تحت الشواية وتولعي الشواية. متاخدش دقيقة يعني. تمام. وبتطلعها بقى بيكون الشربات بارد، وهي سخنة بتبدأي بقى ايه تسقيها الشربات كده بالشكل ده. حاجة كده اقسم بالله العظيم عسل. احنا مش هناكل الكنافة بس في رمضان، يعني الكنافة في كل وقت طبعا، طول ما هي يعني ايه بتشرب شربات كده. اديها طبعا الشربات اصلا يعني ما كانش مسكر، يعني معقول يعني حلو يعني، ولا مسكر قوي ولا عادب يعني. هي شربت الشرب يعني، حطيت لها الشربات بس مش فاضل حاجه بسيطه كده برضو يعني. دي حاجه براحتكم يعني، لو انتوا بتحبوا الحاجه مسكره جامد تحطوا الشربات كله وكده، بس يعني هي اذواق. تمام. ايه رايكم بقى؟ والله العظيم شويه كنافه كانوا عظمه كده، كانوا لوز شويه كنافه يعني. والله العظيم يعني تاكلوا في يومهم كده، ما يعني من كتر الحلاوة، من كتر حلاوتهم ما قعدوش يعني. هنا اقول لكم حطوا لي لايك. هنا بقى احنا يعني ايه بعد ما سبتها شويه حوالي يعني دقيقتين تهدى كده والله. طب والله انا ما سبتها يا جماعه، انا قلبتها على طول. عشان كده هي بصوا حتى العيال ما كانوش صابرين يعني. شوفوا عاملين ايه. يعني انا والله ما قعدت يعني، قلبتها على طول وقطعتها. بس هي كانت يعني هدت شويه بقى وانا بقطعها كده. وعلى فكره هي كانت باينه غامقه بس هي ما كانتش محروقه ولا حاجه، ولا التصوير بس والله العظيم هي بصوا مظبوطه 100%. حاجه كده عسل، حاجه كده قمر تحفه كده. جربوها ان شاء الله بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. شوفوا يعني حاجه كده بسبوسه يا جماعه مش كنافه، حاجه كده عسل. معلش يعني انا مش عارفه انا بروح كده ليه بغض النظر يعني عن عادي يعني يا جماعه ما تدقوش معايا.